وسهلا بكم وصفة جديدة وفيديو جديد. نتمنى ان شاء الله انكم تكونوا بأفضل الحال. اليوم حبيت انني نشارك معكم العدس بطريقتي كيجي رائع جدا. بقاو معايا تشوفوا المكونات وطريقة التحضير. فرجة ممتعة وكما كتشاهدوا جبت هنا طنجرة الضغط. عملت العدس ديالي من بعد ما غسلته، غادي نعملو معاكم بطريقتي ان شاء الله كيجي لذيذ وبنين. هنا عندي 2 معالق ديال القزبر ومعدنوس مقطعين والثومه محكوكه 3 الفروعه. عندي كذلك نصف معلقه ديال الملح، ربع ملعقه ديال الفلفل الاسود يعني البزار، وكنضيفو كذلك بابريكا، معلقه ديال بابريكا كبيره، وغادي نضيفو معلقه كبيره ديال الطماطم مركزه بهذا الشكل هذا، وغنضيف ورقه سيدنا موسى، ونضيفو كذلك نصف كأس ديال زيت الزيتون، وكنمزجو الكل بواسطه ملعقه. غادي ندمجو لنا المكونات نخلطو مزيان، وغادي نعملو ماء يكون فاتر يعني ماء ساخن. غادي نوضعو العدس ديالنا فوق البوطه ونرويو الماء يكون طيب اولا فاتر، ونسدو عليه ونتلاقاو من بعد ما غادي يطيب. غادي نسد عليه طنجره الضغط بطبيعه الحال. وها نتوما من بعد ما طاب كيجي رائع جدا عدس ولا اروع بطريقتي. انا متاكده غتعجبكم، جربوه وردوا عليا الخبر. نتمنى ان شاء الله الوصفه انها تنال رضاكم وتجربوها، فهي اروع ما يكون. تلقى معكم في طبق التقديم. وضعته في طبق تقديم كيجي بهذا الشكل هذا، كيجي خاتر وكيجي رائع حبه على اختها. وغادي نزينو بشويه ديال القزبر مقطع بهذا الشكل، وغادي ناكلوه بطبوط اللي عملته كيجي رائع جدا مفشفش ولا اروع. كنقدموا لكم بالصحه والراحه البطبوط اللي راني شاركته معكم في القناه. وهنايا عندي السردينه غادي نعملوا لكم في وصفه واحد الشرموله كتجي روعه. نقدم لكم العدس كيجي اروع ما يكون. نتمنى انه ينال رضاكم ويعجبكم وتجربوه. قدمت لكم بطبوطات كيجيو شهوه منهم. نتمنى ان شاء الله ان الوصفه تنال رضاكم وتجربوها، فهي اروع ما يكون. نتمنى الا كنتوا كتشاهدوا قناه شهوه الضريبه ديال عمر تابوناو وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد باذن الله. دمتم في رعايه الله وحفظه. السلام عليكم ورحمه الله في وصفه جديده ان شاء الله.